السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جاي لكم فيديو جديد. حطوا لايكات كتير على فيديو النهارده واشتركوا معانا في القناة لو انتم مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. جمعة مباركة عليكم جميعا. النهارده الجمعة بقى كده صحينا بدري لقينا ماما سحورة بقى ايه، متبله لنا فراخ يا جماعة، عاملة يجي فرخة ونص كده ومتبلاهم على بيات ومخليهم بصوا فله كده وعلى سنجة 10، ويشربوا بقى التتبيلة ومية مية. قالت لي يا عادل انت ومحمد قوموا يلا بقى كده علشان تولعوا الفحم. قمت انا ومحمد بقى ولعنا الفحم، لان طبعا احنا اللي بنشوي انا ومحمد دايما. بص بقى الفراخ كده انا ومحمد بقى، كان محمد ولع الفحم بقى الله يصلح حاله، هو اللي بيولع الفحم بسهوله عني كمان. وانا هنا بقى مسكت بقى الفراخ عمال بقى اشوي فيها كده يمين وشمال واقلبها. فبقول لها يا ماما انت ليه شويتي فراخ او تبلت فراخ من بالليل؟ راحت رد عليا، قلت لها انا قلت لها انا كنت ناويين نخرج، انا ومحمد كنا ناويين نخرج. طبعا ما خرجناش بقى لنا فتره كبيره قوي ان احنا مثلا نطلع بره او نروح مثلا نغير الاجواء بتاعتنا او كده. كنا ناويين النهارده ان احنا نخرج انا ومحمد وهي. فقالت لنا لا، ما انتوا هتخرجوا برضو، مش هتسيبوني كده، مش هتخرجوني، لا ده انت هتخرجوني، بس انا عامله لكم الغدا، هتروحوا تصلوا الجمعه وتيجوا تلاقوا الغدا جاهز. كنت انا مولع على الفراخ، قلت لها تمام. سبت بقى الفراخ كده على نار هاديه. كنا احنا كده دلوقتي داخلين على قرب الصلاه، على صلاه الجمعه يعني. فبقول لها يا ماما ليه طبختي؟ ما احنا كنا مثلا يوم الجمعه معروف ان هو ايه، خليه بريك كده ان احنا اجازه من الاكل وكده. قالت لي لا، الايام اللي احنا فيها دي يا ابني الفراخ في المطاعم واللحوم وكل حاجه بايظه على الاخر. يعني اكيد ناس كتير عارفه الكلام ده، لان طبعا على السوشيال ميديا ناس كتير بتنزل ان في مزارع فراخ ميته وفي مطاعم بتشتريها، والناس بتقول لك محدش ياكل اكل بره اليومين دول. فانا نفسي بحرصكم الكلام ده، محدش ياكل، اعملوا ببيتكم، اشتروا الفرخه. اي نعم هي الكيلو دلوقتي بقى غالي، بس اشتروا بدل ما تشتروا حاجه يعني فرختين، اشتروا فرخه واحده، علشان برضو المصاريف بقت صعبه يا جماعه. يعني ربنا يعيننا كده على الايام اللي احنا فيها. انا هنا بقى كانت الفراخ خلاص استوت و100 100، كنت انا رحت صليت وجيت في الوقت ده. هنا بقى ايه، كانت الفحم يطفى اصلا، قرب يطفى لما انا رحت صليت. يعني باخد لي حوالي نص ساعه، ساعه الا تلت كده ايه في الجامع. ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم، اللهم امين، ومن المسلمين جميعا. هنا بقى كده الفراخ كانت ماما سحوره مقطعها كده، يعني الورك قطعت اتنين، كانت خلاص استوت. ده اللي هي الدبابيس، بصوا لونها عامل ازاي ومضمونه و100 100. دي اللي هي الفراخ اللي متربيه في البيت، اللي هي من الدوره اللي كانت فاتت. تمام. وعايز اقول لكم يا جماعه، والله 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 وحشتوني وحشتوني وحشتوني، اقسم بالله بجد انتوا فعلا وحشتوني بصراحه، والله بجد. هنا بقى على طول بدات بقى كده ان انا اطلع في الفراخ، هطلع بقى كميه الفراخ كلها علشان طبعا جاي لنا ضيوف يوم الجمعه بقى بيبقى اجازه. فالكل بقى ايه، تلاقي بقى اختنا جايه واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا. فطبعا اي بيت في اخت متجوزه او مثلا حد بنته متجوزه او كده، فيوم الجمعه دايما بيكون اجازه. فبتلاقي مثلا ايه، اي بنت بتيجي بيت ابوها بقى ايه يوم الجمعه. فطبعا بيتنا مفتوح طبعا لام مالك، فكانت ماما سحوره عامله حسابها فايه هتتغدى معانا. تمام، هي ومالك وساجد بقى وابو مالك، لان احنا كده كده ايه اجازه النهارده. تمام. هنا بقى بدات بقى كده ان انا اطلع في الفراخ كلها. بص الفراخ طلعت اهي، قلت لماما سحوره كتر خيرك، والفراخ 100 100. هنا بقى جبت كده خضار، كانت ماما سحوره غسلته وخلته 100 100 وراحت تعمله. قلت لها طب والله انت اجازه، بما ان انت يا ستي عملت الفراخ تبلتيها وكنت مش هتخلينا نغرم النهارده بره في الخروجه كتير، تمام، فهنحضر الغدا بقى ايه قبل ما نمشي بقى. هنا بقى جبت كده خيار بقطعه بقى اللي هو الترنشات على طول، شرايح ترنشات كده كده. اخرط لي بقى طبق كده خيار، يعني طبق حلو محترم يعني عشان يقضي العيله كلها. تمام. وهي حاجه بسيطه وفي نفس الوقت هتقضي العيله كلها يا جماعه، ومش مكلفه برضو اهو. وهنا على طول بقى عملت طبق خيار، وهعمل بقى ايه طبقين ثلاثه سلطه كده. كان نفسي ان انا الاقي طحينه، بس للاسف ما لقيتش طحينه يا جماعه. فضلت حتى نزلت ادور في المحلات، والله ما لقيت خالص في المحلات القريبه لينا، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا قاعدين في مكان ارياف. لما انا بقى بنزل المنصوره وكده بجيب بقى الطلبات دي بتفضل عندنا بالشهر. هنا بقى على طول قطعت بقى السلطه. انا مش عاملها سلطه صغيره، واحد يتريق عليا ويقول لي يا عادل السلطه دي انت عاملها كبيره كده ليه يا ابني، مين اللي هياكل الكبيره دي؟ لا انا عاملها سلطه اللي هي تتاكل بعيش. تمام. وماما سحوره بقى كانت عامله بقى شويه عيش فلاحي او اسمه رحالي، هو بيتقال كده وبيتقال كده، اللي هو العيش الطري ده بيبقى جميل يا جماعه. كانت عاملاه معاكم في الفيديو بتاعي امبارح اللي هو يوم الخميس. هنا بقى على طول قطعت بقى طماطم قطع صغيره، مش صغيره، قطع كبيره يا جماعه، اسف، قطع كبيره. وهنا بقى الخيار برده قطع كبيره، لان طبعا السلطه ده هتتاكل بعيش مش برز. تمام. فاللي بياخد واحده كده يا دوبك على قد حته العيشه الصغيره كده. وهقطع عليها فلفل، وهقطع عليها فلفل احمر وفلفل من اللي هو الاخضر وشطه كمان. المهم هعمل شويه سلطه يعني محترمين. وقطعتهم بقى كده كلهم على بعض، وبدات بقى ان انا احط بقى ايه شويه شطه، احط معلقتين شطه محترمين كده، واخلطهم في بعض، واجيب كمان شويه خل وشويه كزبره ناشفه، وهجيب بقى لو في ليمون وشويه ملح. بس للاسف ما لقيتش ليمون، يعني في حاجات كتير لقيتها خلصانه النهارده يعني من البيت، مش مشكله، لان الحاجه بقت غاليه يا جماعه. كان دايما بيبقى الليمون متوفر عندنا، ما جبناش من زمان، من ساعه ما الحاجات رفعت فكل حاجه غلت. هنا بقى جبت
القرن الفلفل ده انا ما كنت مفكره اللي هو حامي او كده، فبدات ان انا اقطعه اهو. قلت بقى اعمله كده، اقطعه بقى ايه قطع برده بس مش صغيره، عشان كده كده الاكل كله هيتاكل بعيش مش برز. تمام، عشان ما حدش يقول بقى الطماطم كبيره او السلطه كبيره يا عادل، مين اللي ياكل السلطه الكبيره ده؟ لا، كده كده هتتاكل بعيش. هنا بقى ايه شلت الحاجه كلها، واهم حاجه تكون الرخامه نظيفه. ماما سحاره عشان الرخامه نظيفه لازم نسلمها لها نظيفه. وبدات بقى كده ان انا اقدم بقى في السلطه. وكنت هنا بقى ايه اجيب بقى بصلتين، قلت اما اقطع بصلتين بقى، بصلتين ناشفين كده يا جماعه، واحط عليهم خل بس، وممكن تحط عليه ليمون، يعني اساسا لازم تحط ليمون، بس ما كانش فيه ليمون عادي مش مشكله. فمش عشان ما فيش ليمون بقى هنقف على الليمون، لا. حطيت هنا بقى كده شويه البصل، وتحط عليهم شويه ملح صغيرين مع شويه الخل، وتسيبهم بقى كده مع نفسهم. هنا بقى كان خلاص بقى كله وصل، الفراخ استوت. وكان محمد اخويا كمان، عايز اقول لك ان محمد اخويا اللي محمر البطاطس على ما انا عملت السلطه والحاجه. جيت ابص لقيته دخل جوه حمر طبقين بطاطس، قلت له لا بجد يا محمد سابوا ليك. وكان كمان عمل ايه، كان لسه الفحم شغال، جاب فلفل وشطه من دي وبصل وحطها على الفحم. فاكتر من كده يا جماعه مش هتلاقوا، يعني لازم يوم الجمعه كده زي ما انا قلت لكم كل شخص بيعمل حاجه. هنا بقى حطينا بقى كده من الفلفل، الفلفل بقى مستوي ومية مية، فلفل مشوي مع بصل مشوي مع فراخ مشويه، فبتبقى حلوه بقى لما الواحد يحط حته فلفلايه مع حته الفرخه، فبصراحه حلو. هنا بقى بدات كده ان انا اقدم بقى من الفراخ، بص الفراخ ولونها. وبعد ما استوت حطيتها في الحله كامله على الفحم، والفلفل بيستوى كان محمد حطها، فتحس ان الفراخ بخرت، طلعت بخار وراحت طريه. فاهميني ازاي؟ باينه اهي بقت طريه خالص، يعني الفراخ بقت طريه جدا لما اتحطت في الحله وفضلت على الفحم ومتغطى عليها، البخار خلاها تطرى، فده اللي بيخلي الفراخ طريه والفراخ المشويه بتكون حلوه. هنا بقى بدات ان انا اقدم بقى كده من الفلفل، بنحب الفلفل ده قوي بصراحه، بيبقى احسن من الفراخ يا جماعه اهو. وهبدا بقى كده ان انا احط بقى من الفراخ، وام مالك بقى وصلت، وابو مالك وصل، ومالك وساجد وصل، وكلنا بقى قاعدين كده، ولمه العيله كلها ملمومه مع بعض كده. طبعا ملناش بركه الا بعض يا جماعه، في اي حاجه لازم في اي حاجه نكون واقفين مع بعض. يعني مثلا سماح بتكون مشغوله، دايما بنكون مشغولين معاها، بنروح معاها بنساعدها، لان طبعا في حاجات كتير بتكون غير التصوير. مثلا اللي احنا بنوريه لكم في التصوير ده جزء بسيط خالص من حياتنا يا جماعه، مش حياتنا قوي. يعني في حاجات كتير بتكون حاصله احنا والله بنتعب فيها، ولازم بنكون مع بعض. هنا بقى شكل الاكل، بص بقى ام مالك هتسكت، شافت الدبوسه قالت لي لا ده انا هاخد الدبوسه ده ادوقها وفعلا دقيتها بالف هنا يا رب. كانت هنا بقى عماله ايه تصور لكم، قلت لها لا ده احنا لسه هنخرج. قالت هتخرجوا من غيري، قلنا لها ما انت هتيجي معانا. اتاري بقى لسه راح تخلص شغل ليها، يعني راح الشقه بتاعتها علشان تخلص شغل. النهارده الجمعه وكانوا رايحين الشقه يجيبوا طلبات برضو للشقه، مش عارف ازاي. قلت لهم طب تعالوا معانا، قالوا لنا هنشوف كده، لو عرفنا نيجي ما عرفناش مش هنيجي. ايه ده العيش بقى اللي ماما سحوره كانت عاملاه معاكم امبارح، كانت عامله جزء من اللي هو الطري ده احسن من العيش اللي بيكون موجود مثلا في الدعم بتاعنا او كده في الدوله، فبيكون يعني حاجه فلاحه وحلوه. هنا ام مالك بقى ايه عماله تعمل لكم بقى باي باي، وعماله بقى مالك وساجد بقى لابسين زي بعض كده، ربنا يبارك فيهم ويطول في عمرهم يا رب، ويخليهم لامهم وتشوفهم يا رب هي وابو مالك في اعلى المناصب يا رب، واحنا كمان نشوفهم برضه. هنا بقى على طول بدل ساجد الدبوسه، هو اصلا مش معايا. طب خد يا ساجد، خد الدبوسه دي حلوه، اسمع مني والله احسن من اللي هتاخدها، شبطان في حته صدر يا ابني، الصدر ناشف عليك، خد حته دبوسه، الدبوسه دي طريه وحلوه، لا مستحيل. خد برضه اللي في دماغه. ايه الحلاوه دي يا ستي؟ حد احلى منك يا الجمال جماعه، ده. الحلاوه والحاجات الحلوه دي يا والله ما في حد احلى مني. الله يصلح ايه الحلاوه دي يا حمود؟ حد احلى منك يا انت وسحره. يلا بقى كده علشان نمشي بقى النهارده. ماشي. بص بقى يا جماعه، زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو، انا ومحمد بقى كده وماما سحوره عملنا فراخ مشويه النهارده، لان طبعا الايام اللي احنا فيها دي ما يعلم بها الا ربنا. طبعا انا مش هتكلم كتير، انتوا اكيد شايفين فيديوهات لفراخ كتير ولحوم كتير وحاجات كتير على السوشيال ميديا عشان الفراخ غاليه والجو ده. فالمطاعم بجد اليومين دول ملهاش امان. ده اكيد ماما سحوره قالتها لكم بالخط العريض، ملهاش امان فمحدش ياكل اليومين دول بره. لو انتوا رايحين خروجه ممكن تروحوا مثلا ايه انتوا والعيله بتاعتكم، على الاقل هتخفوا في المصاريف في الزمن اللي احنا فيه دي. فهتعملوا ايه بقى؟ هتاخدوا مثلا تروحوا كافيه، تشربوا حاجه، تقعدوا على النيل، تاكلوا ايس كريم، اللي هي الحاجات الرخيصه، ونعمل في البيت بقى اللي احنا عايزينه، نعمل مشويات زي ما احنا عملنا النهارده في الفيديو كده بعد صلاه الجمعه. وجمعه مباركه عليكم جميعا. وجمعه مباركه عليكم جميعا. اللهم امين. فطبعا بقى ماما سحوره بقى لبست كده العبايه أيوة. بتاعتها، اجدد عبايه عندها، تاني مره تلبسها. أيوة. بس الصراحه جميله، هم الناس اول مره يشوفوها عليك. إيه. والله بس الصراحه جامده. وقولوا رايكم في التعليقات، هم حلوه ولا وحشه؟ اكيد هيقولوا دلوقتي ان هي جامده زي العسل يا ماما سحور. الله يصلح حالك. ومحمد برضه لابس طقميه حلوه برضه، احنا الثلاثه كده مطقمين النهارده ايه شويه هدوم حلوين، فاتغدينا بقى والحمد لله. هنمشي بقى على طول، وعايزينكم بقى تحطوا لنا لايكات كتير على الفيديو النهارده يا جماعه، ويلا بينا بقى. يلا بينا. يلا بينا.
رحنا اول حاجه على نيل المنصوره انا ومحمد اخويا وماما سحوره. ام مالك للاسف ما جاتش ولا هي ولا ابو مالك، لان جالهم كده مكالمه تليفون ان هم محتاجين طلبات للشقه بتاعتهم الجديده، عشان جاي لهم عمال من اول بكره. فربنا يصلح حالهم وربنا يوفقهم يا رب في حياتهم، وربنا يسعدهم ويسعدكم انتوا كمان. هنا بقى على طول كنا بعد العصر، على ما وصلنا بقى كده ولبسنا ومشوار الطريق وكده، فكنا دخلنا على بعد العصر. هنا بقى ما شاء الله على نيل المنصوره. طبعا اي حد من حوالين المنصوره ما راحش المنصوره او النيل ده يبقى اسمه مش من المنصوره نهائي، اللي هو ما راحش نيل المنصوره يبقى مش من المنصوره نهائي. هنا بقى على طول بص بقى الصياد وجماله، ربنا يصلح حاله وربنا يرزقه وربنا يوفقه وربنا يحميه يا رب، اللهم امين. هنا بقى ايه، بص المركب بقى كده مع العوامات بتاعتها، بجد حاجه روعه روعه روعه، اللهم بارك وربنا يصلح حاله يا رب وربنا يرزقه. هنا بقى كده انا عن نفسي عايز اجرب واركب مكانه كده واعيش الاجواء. طبعا دي احلى ورده لاحلى سحاره في الدنيا. الله يصلح حالك. احلى ورده لاحلى ورده كمان. بصوا يا جماعه جابوا كده ورد، يعني جالهم كده واحد بتاع ورد، محمد راح جايب لها ورد عشان يفرحها كده ايه واحنا داخلين. تعالوا بقى نخش بقى كده كافيه علشان نشرب حاجه او كده. احنا طبعا يا جماعه ده ما انا قلت لكم احنا متغديين والدنيا تمام. حبيب قلبي جاي مهاب. خلاص بقى سحر عادي الورده كده جنبك مش هتطير. بصوا يا جماعه الفيديو النهارده برعايه محمد اخويا، عروسه النهارده امه. قلبها النهارده بالورده دي. ماسكاها كده. ظهرك خاتم في خطبتك يا محمد. ربنا يخليك كل كده وتعيش العمر كله ده. فجبنا هنا بقى المنيو. شوفي كده عايز تشربي ايه؟ حاجه سخنه ولا حاجه ساقعه؟ اللي انت هتختاره انا هاكل منه. واحنا ممكن نجيب لك حاجه برضه كده جنب المشروب يعني تحلي بيها يعني. ماشي اللي انت عاوزه يا حبيب قلبي. هتسيبيني انا اختار لك بقى؟ ايوه انا اختار. خلاص مش انا هختار لهم بقى كده يا جماعه وبعد كده تبقوا تشوفوا معانا. طلبت انا بقى ايه كيك بالفراوله والكريمه، وكمان طلبت معاه عصير فراوله، يعني الاثنين ميكس فراوله كده، فبصراحه بيكون حلو. محمد اخويا بقى راح طالب لنفسه ايس كريم بالموز، وكمان طلب عصير موز بالكريمه برضو. وماما سحوره دايما بتثق في ذوق محمد، راحت عامله ايه طالبه زيها زي محمد، بس جابت العصير بتاعها عصير خوخ بالكريمه. تمام. فبصراحه هنقعد بقى كده نشرب مع بعض ونستجيم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.